شو سر تألق المنتخب الأردني بالفترة الأخيرة وصوله لنهائي كأس آسيا ومن بعد التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم؟ على الرغم في منتخبات عديدة عربية قوية جدا ومنتخبات تحظى بدعم كبير جدا حكومي وغير حكومي مثل المنتخب السعودي على سبيل المثال، جميع الأمور مهيئة لهم استراتيجيا، ولم تحكي أنت كمان عن دعم لوجستي كبير جدا، ملاعب وغيرها من الأمور، تحضير كبير جدا أيضا، ولكن فشلوا بالتأهل بشكل مباشر. منتخب العراق كمان نموذج آخر، ولكن فشلوا بالوصول بشكل مباشر لنهاية كأس العالم. هون في عندك عدة نقاط لازم نحن نكون واضحين بالنسبة لنا. رقم واحد وهو الأهم أكيد الإدارة، بيحكي عنها بشكل مفصل بما أنه هو اختصاصي ماجستير بالإدارة الرياضية. وحدة تاني الجودة الفنية الموجودة عند اللاعبين، خاصة الثلاث لاعبين اللي هن أفضل ثلاث لاعبين عرب موجودين بآسيا حاليا على ألوان يزن نعيمات، وعم نحكي عن موسى التعمري. ممكن تيجي تقول لي أنت في عندك لاعب بمنتخب آخر عربي أفضل من لاعب من هو ثلاث لاعبين، بقول لك ممكن أتفق معك حتى، ولكن كثلاث لاعبين هن أفضل من أي ثلاث لاعبين آخرين موجودين بأي منتخب عربي موجود بآسيا حاليا. في عندك أنت بعض الأمور بحاجة لها بكل منتخب، ألا وهي وأهمها الكيمستري بين اللاعبين الموجودين. إذا عندك لاعبين على سبيل المثال فنيا جيدين جدا مهاريا عاليين، ولكن لا يكفي أبدا إذا ما كان في كيمستري بين اللاعبين، أو إذا كان في بمحل من المحلات بعض من الأنانية، وهالشيء مش موجود أبدا بمنتخب الأردن. عم نحكي على الثلاثي بالمقدمة. ثلاثي بالمقدمة تحكي يزن نعيمات أو موسى، ممكن تقول لي لاعب أفضل من لاعب، لا عم نحكي عن عن لاعبين مكملين لبعض تماما. بدي أحكي عن آخر مباراة. لما بتشوف أنت يزن نعيمات بالهدف الثالث اللي سجله، بتشوف هدف ثالث اللي سجله المنتخب الأردني، بتشوف إنه يزن نعيمات هو يلي عمل ضغط، وهو يلي حاول ضايق لاعب منتخب عمان وقدر إنه ما يخليه يقطع الكرة، تحولت الكرة وسجل من على ألوان. بالهدف الثاني تمرير كمان يزن نعيمات، وهي صارت بكل على مدى البطولات كاملة، مش بكأس آسيا، بالتصفيات كاملة، ولكن بحكي آخر مباراة لأنه أعطي بس على سبيل المثال يعني. بالهدف الثاني كمان شوف طريقة تمرير الكرة من خارج القدم، بتفرجيك انه اللاعب عنده قدرات عالية جدا من خارج القدم، او حتى التسديد من داخل القدم، عنده الكرات يلي بيعملها مقوسة رائعة جدا يزن. موسى غنى عن التعريف، ولكن لما نشوف يزن بيلعب الكرة لعلي ألوان أول مرة وتاني مرة، ولما تشوف كمان على ألوان عنده القدرة فنيا انه ينهي الهجمة بهدف من لمسة وحدة، عنده تنوع، عنده قدرة على المراوغة وبنفس الوقت قدرة على انهاء الهجمات. وهون اهم نقطة انه اللاعبين مستعدين يعطوا الكرات لبعض من دون اي مشكلة. موسى التعمري المفروض هو النجم الاول بالمنتخب، صحيح هو اعطى الكرة لعلي ألوان لانه بنظره يمكن علي ألوان هو افضل مسدد لركلات الجزاء. هون بتشوف اللاعبين عم بيفكروا بالمنتخب وبالبلد قبل ما يفكروا بنفسهم والايجو تبعهم. اما الهدف اللي سجل على ألوان من ركله الجزاء بفرجيك ده اللاعب عالي جدا. ممكن تشوف انت ركله الجزاء ليه عم تعطوها اكثر من اهميتها ابدا. ركله الجزاء مثل باجو مات واقفا، مثل باجو مثل كثير من اللاعبين يلي اضاعوا ركلات جزاء حرمتهم من اغلى البطولات بالعالم او اعطتهم اغلى البطولات بالعالم مثل الشامبيونز ليج او حتى كاس العالم. فبالتالي ركله الجزاء هي صعبه جدا. شوف في عندك لاعبين او عندك نوعين من اللاعبين يلي بيسددوا ركلات جزاء. اللاعب يلي بيكون حاطط براسه انه انا بدي اسدد على مكان معين بقوه، خلص بيجي بيحط الكره وبيسدد بكامل قوته على المرمى. فعندك لاعب لا، اللاعب اللي هو بيكون فنيا اعلى، هذا عنده ثقة بنفسه أكتر، تحتاج إلى شخصية معينة من اللاعبين، مش أي لاعب بيقدر ينفذ هالكرات أبدا. عم تحكي عن كرة مصرية بتوصلك لكأس العالم، تيجي تاخد الكرة تحطها قدامك وما تتطلع بالكرة. على ألوان ما كان عم يتطلع بالكرة. في عندك نوعين، يلي بيسدد بقوة مباشرة بيكون محضر هو وين بده يسدد، هذا اللاعب ما بياخد ريسك. وعندك لاعب آخر اللي هو بياخد ريسك، لا هو بيتطلع بالحارس وين بده يروح بيحطها بعكس اتجاهه، هالأخطر. ولكن هون إذا عارف يعملها اللاعب، يعني اللاعب عنده قدرات فنية عالية جدا، لاعب كرة القدم حيفهم عليه أكيد أنا شو عم بحكي. فبتشوف على ألوان وقت كان عم يسدد الكرة حط الكرة وكان عم يطلع بعيونه للحارس. أنا عم بحضر المباراة وعم بطلع فيه ما عم يطلع بالكرة، يعني مش حاطط باله أنا بدي أروح سدد، لا مش ناطر الحارس وين بده يروح ليحطها بعكسه تماما. اللي عمل حط الكرة راح الحارس على ثاني ميلي، هو سددها بتاني ميلي. لتشوف اللاعب قديه فنيا عالي. على ألوان رائع جدا، وأنا فت لأبحث مع مين بيلعب مع أي فريق بين انه بيلعب بماليزيا. اللاعب يستحق ان يلعب بافضل الفرق. لما تشوف انه منتخب الاردن وصل لنهائيات كاس العالم تاهل بشكل مباشر، امر مش مستغرب. وانا حتى عندي اكثر من مره حكيت وعندي فيديو كمان موجود قلت فيه انه منتخب الاردن لكاس العالم، بس حضرت كاس اسيا بالنسبه لي كان الموضوع واضح انه منتخب الاردن بهالشخصيه الموجوده عند اللاعبين، بثلاث لاعبين اذا ما انصابوا بعتقد وصولهم كان حيكون مؤكد لنهايات كأس العالم. النقطة الثانية واللي بعتبرها الأهم الإدارة، طبعا هي مكملة للموضوع الفني عند اللاعبين، ولكن هي أساس بأنه أنت تخلق لاعبين فنيا عاليين. إذا ما عندك إدارة سليمة، إذا ما عندك دعم من أعلى الجهات،
انت مستحيل تحصل بيوم من الايام على لاعبين بجوده عاليه. ممكن يطلع لك لاعب مهاري، ولكن ما حتحصل على مجموعه تقدر تشيلك توصلك نهائيه كاس العالم. وهذا تماما اللي صار مع منتخب الاردن. لما تشوف عندك انت دعم من اعلى مستويات، من عند الملك للامير ونزول، انتبه في فرق بين دعم وبين تدخل. هذا الشيء اللي بيصير بلبنان، اللي بيصير بسوريا كان بالفترات السابقه، انه بس يكون عندك انت مباراه مصريه بتشوف في حضور حكومي، ولكن من الاساس البناء وين؟ هل في عندك انت ملاعب؟ هل في عندك لوجستيا دعم للانديه، دعم للاعبين؟ هل في عندك انت خطه عمل على سبيل المثال للاعبين الصغار، للفئات السنيه؟ وين بده يروح اللاعبين الصغار؟ الفئات الصغار هن يعني اذا انت بدك تدعم اي شيء لحتى توصل لمكان، هي الرؤيه. اذا ما كان عندك رؤيه سليمه انت للمستقبل لوين بدك توصل، مستحيل توصل. فهو الدعم اساسا مفروض يبنى من وين؟ من الفئات السنيه. اذا عندك انت فئات سنيه 7 سنين 8 سنين 9 سنوات، اللي عمره ال 14 سنه، اذا انت هون ما اسست صح مستحيل توصل لمكان انت شو تعمل فيه، توصل لتحقق القاب او حتى تصنع لاعبين ينافسوا لك منافسات عالميه، بعدين يكونوا هن نواه للفريق الاول وخزان للفريق الاول او المنتخب الاول اللي بعدين انت بدك تنافس فيه وتوصل فيه لكاس العالم. الاساس ببلش من هون. بالفترات السابقه الاردن اشتغل بشكل كبير جدا على الفئات السنيه، على الدورات، على الاكاديميات. وهو الاساس، الاكاديميات هن الاساس. تنوع الاكاديميات، صار في عندك كثير من الاشخاص تبنى اكاديميات بتعلم اللاعبين اساس، ما بيجيبوا كمان اي مدرب، لا بيعتمدوا على مدربين جيدين، مدربين حائزين على شهادات، مما يساعد في تنميه الاطفال الصغار والفئات السنيه، وبيكون نواه للفرق. وكان في دعم كمان كبير جدا للفرق بشتى الفرق. ما عم نحكي عن نموذج السعودي، نموذج السعودي نموذج اخر مفيد جدا للسياحة، مفيد جدا انك تجيب مشاهدات واعلانات وتجاريا جيد، ولكن هو مضر على صعيد اللاعبين او المنتخب الاول. لان انت بطبيعة الحال لما تجيب كثير لاعبين اجانب حيكون فرصة اللعب المحلي اقل، فخبرة اللعب المحلي ما حتتطور بشكل كبير. اللاعبين الصغار ما حيكون عندهم مجال يلعبوا مع الفريق الاول، فبالتالي حيصعب على منتخب السعودي انه يروح يتطور. هذا شيء طبيعي. ممكن انت تقول لما يكون عندك انت 4 نجوم، او لما يكون عندك انت 4 اجانب بالفريق ممكن جدا انه انت تطور اللاعبين الاخرين، بس لما يكون عندك انت 7 او 9 او 10 لاعبين اجانب بالفريق عندك، وين بده ياخذ اللاعب المحلي فرصه لحتى يتطور؟ لكن نموذج الاردني بالنسبه له هو الافضل. لما نشوف كمان المنتخب الاردني بمحل من المحلات يحصل على اكبر دعم حكومي من دون تدخل سياسي. دعم حكومي بمعنى انه رئيس الدوله او الملك او الامير يكون موجودين معنويا جيد للجمهور وجيد للاعبين بشكل كبير، ممكن يكون مؤثر بارض الملعب او حتى على مقاعد البدلاء او حتى بالتمرينات. وحده تاني منها الدعم المادي، شو بدكم انتم المنتخب، نحن جاهزين من مرافق وغيرها. والاهم كلها ما في محسوبيات. متى ما كان في محسوبيات باي منتخب اعتبر المنتخب للكب. ما في، مستحيل بهالعقلية توصل لأي مكان. والمنتخب الأردني لا أعتقد، وأنا أجزم أنه مش موجود. إذا لاعب مثلا قريب لفلان مفروض يروح على المنتخب، ممنوع تصير. إذا صارت هذا المنتخب للكب، صارت عنا بلبنان، صارت كتير بسوريا، شيء بيقول لك أنه هذا قريب لفلان وهذا شيء قريب للرئيس الفلاني وهذا دينه مدري شو، لازم يكون في تنوع ديني. خرابيط وقصص بتصير. متى ما صارت هالأمور مستحيل منتخب ينجح. وهالمنتخب يلي بده يوصل بيوم من الأيام للعالمية بحاجة يعتمد النموذج الأردني كمثال له لحتى ينجح. مبارك لمنتخب الأردن، مبارك لجماهير منتخب الأردن، مبارك للدولة كاملة. فريق يستحق أن تفتخرون به. مبروك تأهل. إذا في هذا الفيديو علي فياض يتكلم عن سر تألق المنتخب الأردني وكيف أصبح المنتخب الأردني منتخب فارق لا على المستوى العربي لا على المستوى الآسيوي. طبعا من أهم النقاط التي تحدث عنها وهي نقطة أن الفريق يمتلك من اللاعبين ما هو قادر على المنافسة في جميع البطولات. صحيح أن دور المدرب مهم ودور الجمهور أيضا مهم والتكوين وإلى آخره، ولكن من أجل أن يكون لديك منتخب ممتاز طبعا اللاعبين هم أهم شيء. ولكي تحصل على هؤلاء اللاعبين طبعا لازم أن تكوينك يكون ممتاز، خاصة إذا كان أغلب لاعبي منتخبك محليين أو تكونوا داخل البلاد. نعطي على سبيل المثال منتخب مصر، نعطي على سبيل المثال منتخب الأردن، نعطي على سبيل المثال منتخب السعودية ومنتخبات آسيا أغلبها. أعتقد أن المنتخبات الوحيدة التي يعني أغلب لاعبيها أو المنتخبات العربية الوحيدة التي أغلب لاعبيها يكونوا قد تكونوا في أوروبا هم منتخبات شمال أفريقيا مثل المغرب، تونس، الجزائر، وأحيانا أو في فترات
منتخب ليبيا أو منتخب مصر، ولكن نادرا ما يحدث هذا الأمر. هذا الأمر يكون يعني غالبا مع منتخب المغرب والجزائر وتونس. على أي صراحة المنتخب الأردني هذه كانت من أبرز النقاط التي جعلت المنتخب الأردني كبير وينافس على جميع البطولات، هو يعني احتواءه على لاعبين ممتازين، أبرزهم ثلاثي هجومي خرافي: علي علوان، موسى التعماري، وإيزن نعيمات. طبعا نحن لسنا بحاجة للكلام عن إيزن نعيمات وموسى التعمري. كلاهما قدما مشوار ممتاز ورائع جدا في كأس آسيا، خاصة يعني إيزن نعيمات، اللاعب الذي أبهرنا كلنا. كيف للاعب بهذا المستوى أن يلعب؟ أعتقد في الدوري القطري، كان يلعب في العربي القطري على ما أعتقد في تلك الفترة. الآن لا أعلم ما هو الفريق الذي يلعب فيه صراحة. موسى التعمري كما قلت كنا نعرفه من قبل أنه كان يلعب في الدوري الفرنسي على ما أعتقد مع فريق مونبولييه، وكان قد تألق في تلك الفترة. لكن إذا نعمته اللاعب اللي فاجأنا. فكيف للاعب يعني بهذا المستوى أن يكون يلعب في دوري، يعني مع كل احترامي للدوري القطري، لكن بالنسبة لي زن نعيمات يستحق أن يلعب في فريق يعني آه، بمستوى أتلتيكو بيلباو، على الأقل فريق بمستوى أتلتيكو بيلباو، فريق يعني الفرق التي تنافس على المراكز الأوروبية في الدوريات الخمس الكبرى، مثل أتلتيكو بيلباو، مثل إشبيلية في السنوات الماضية، لا أتكلم عن مؤخرا. مثل مثلا نيوكاسل يونايتد. لما لا؟ صراحة لاعب ممتاز وممتاز جدا. لا أعلم يعني ما هو الشيء الذي تجده الفرق الأوروبية في لاعبي الدوري البرازيلي والدوري الأرجنتيني ولا تجده في زن نعيمات وعدة مواهب أخرى. طبعا اللاعب الآخر الذي هو علي علوان، صراحة شاهدته في مباراة كأس آسيا، أداؤه كان جيد جدا. لكن بالنسبة لي كنت دائما أقول على أن علي علوان ليس بنفس مهارة موسى التعمري وعلي علوان، لكن علي علوان يتفوق بشيء مهم جدا، وهو الإنهاء. طبعا لاعب صراحة ممتاز، رأس حربة قناص، وسجل هاتريك على منتخب عمان في آخر مباراة. ولاعب ممتاز جدا، ويمتلك سخاء بدني عظيم، ودائما ما تجده يضغط ويدافع ويهاجم مع الفريق. وكل هجمة لازم أن تكون له فيها بصمة. للأمانة صراحة منتخب الأردن يعني درس المنتخبات العربية كرة القدم في آخر السنوات مع مدربين مغربيين، سواء كان حسين عموتة أو جمال السلامي. وهنا نمر يعني العامل الثاني الذي جعل المنتخب الأردني يتحلى بهذه الاستمرارية، هو المشروع المنتخبي. يعني لما تخلى منتخب الأردن عن حسين عموتة، أو حسين عموتة لما ذهب لتدريب الجزائر الإماراتي وفسخ عقده مع المنتخب الأردني، المنتخب الأردني يعني لم يغير المشروع تماما، لم يوقع مع مدرب أجنبي يعني بلجيكي أو أرجنتيني أو من مدرسة أخرى. لا، استعان بنفس المدرسة، وهي المدرسة المغربية، وجلب مدرب يشبه له حتى في وجهه سبحان الله، وهو جمال السلامي. وأكمل مهمة على أتم وجه. وبرافو لجمال السلامي، برافو حسين عبوس للأمانة. يعني صراحة كل واحد أتم عمل الآخر. على أي، مبروك للجماهير الأردنية، واتركونا في التعليقات هل تتوقعون أن المنتخب الأردني بإمكانه أن يقدم شيء في كأس العالم؟ صراحة شخصيا أتوقع أنه على الأقل حتى لو لم يتأهل المنتخب الأردني إلى الدور الثاني سيقدم مشوار رائع. اتركونا رأيكم في التعليقات. وأنا شخصيا يعني لازم نشوفوا المنتخبات التي ستقع مع الأردن في القرعة. ولكن قبل كل هذا يعني كبريدكس أولي، كتوقع أولي، أتوقع أن المنتخب الأردني سيقوم بمشوار رائع ورائع جدا. اتركونا أراكم في التعليقات. إلى اللقاء، ونلتقي في فيديو قادم بإذن الله.